أعزائي المستمعين، أهلا بيكم وصباح الخير عليكم ومنورين دايما دايما، ولقاء جديد جدا 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 كل يوم سبت من دلوقتي لحد الساعة 2 صباحا من يوم الحد 26/2/2017 29 جماد الأول 1438 هجرية. أعزائي المستمعين، صباح الخير عليكم وعلى 102.2 ومستمعينا الكرام. والنهارده هنتكلم طبعا زي ما أحمد محمدي عمل لنا الفاصل، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، دائما هنتكلم عن مصر حبيبة، ودايما هنرفع مع بعض شعار تحيا مصر دائما. أعزائي المستمعين، احنا سهرتنا النهارده هنتكلم على ملفات كتيرة جدا، وملفات جديدة خاصة بالأمن والأمان ومحاربة الإرهاب وأيضا التعاون بين الشعب المصري. احنا مع بعض على 102.2 موجات راديو القاهرة الكبرى. أحمد محمدي الهندسة الإذاعية، وبسعد بكم شيرين التسوي من أسرة المذيعين. أعزائي المستمعين، احنا ضيفنا النهارده الأستاذ الإعلامي محمد العزبي، المحلل السياسي والاستراتيجي بمركز العربي الأفريقي للدراسات ورئيس القسم السياسي بجريدة الديار. أعزائي المستمعين، احنا مع بعض على 102.2 موجات راديو القاهرة الكبرى، والحديث عن مصر الحبيبة. تليفوناتنا 239 23 711 و239 21 437، وبنرحب بالأستاذ محمد العزبي، المحلل السياسي والاستراتيجي بالمركز العربي الأفريقي للدراسات ورئيس قسم السياسي بجريدة الديار. أهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذ شيرين. منورنا. بنورك يا فندم، وصباح الخير على الساده المستمعين كلهم. صباح الخير عليك وصباح الخير على كل مستمعي 102.2. واحنا برضو تليفوناتنا 239 23 711 و239 21 437. احنا النهارده موضوعنا مهم جدا، الامن والامان والاستقرار ومكافحة الارهاب. يعني فمن لم يستطع فبقلبه، يعني ده أبسط حاجة يعني احنا ممكن نقولها. ودي دائرة الحوار مفتوحة معاكم أعزائي المستمعين من دلوقتي لحد الساعة 2. أعزائي المستمعين، أهلا بكم ولقائنا الآن مع الإعلامي الأستاذ محمد العزبي، المحلل السياسي والاستراتيجي بالمركز العربي الأفريقي للدراسات ورئيس قسم السياسي بجريدة الديار. أهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، منورنا. بنورك يا فندم. واحنا تليفوناتنا 239 23 711 و239 21 437. عندما نبعث الرسائل للي داخل الأوطان لمكافحة الإرهاب والبقاء على الأمن والاستقرار داخل البلد، ماذا نقول؟ نقول أن الدولة الآن في حالة حرب. حرب ليس مع الإرهاب فحسب، بل هي حرب مع أجهزة مخابرات أجنبية تسعى لإعادة مسلسل التقسيم بعد فشله في 30 يونيو. تستخدم جميع الأسلحة المتاحة لديها، بداية من الحرب الاقتصادية، بداية من الإرهاب، بداية من حرب الشائعات التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استغلال وسائل الإعلام الأجنبية لمهاجمة الدولة المصرية بضراوة، اللعب على سلاح الفتنة الطائفية والترويج له. جميع الأسلحة المتاحة لدى أجهزة المخابرات الأجنبية تستخدم لإسقاط الدولة المصرية التي وقفت كحائط صد منيع أمام مخططات الربيع العبري الذي كان يستهدف تقسيم الدول العربية. يعني احنا دلوقتي يعني علينا ان احنا يعني نعرف دلوقتي ان التخطيط قوي جدا يعني لزعزعة الامن والاستقرار داخل الدولة المصرية. فعلا التخطيط الان يكفيني ما يحدث في سيناء من استخدام اسلحة. يكفي ان انا اقول لحضرتك ان اكتشفوا مع الارهابيين في جبل الحلال صواريخ كورنيت، وهي صواريخ حديثة جدا. الصواريخ دي غير موجودة غير في اسرائيل والولايات المتحدة.
طب من أين تحصل عليها الإرهابيين الموجودين هناك؟ إذا هناك تعاون وثيق مع مخابرات دول أجنبية تمدهم وتعطيهم دعما لوجستيا لمواجهة الدولة المصرية. احنا موضوعات كثيرة هنتوغل فيها، خاصة طبعا سيناء هتاخد الحظ الأكبر معانا في فترتنا النهاردة. بس أستأذن حضرتك، معايا اتصال تليفوني. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم وعلى الأستاذ محمد. أهلا بيك. أنا نجلاء بكي. أهلا وسهلا أستاذة نجلاء. ازيك يا نجلاء؟ يا أستاذة نجلاء عاملة إيه؟ ربنا يخليك يا قمر. الله يخليك يا عسل. أنا عايزة بس يعني أتكلم في نقطة. اتفضلي. الإشاعات اللي مالية البلد دي كلها أكيد لها مصدر برضو. الفيس دلوقتي مفيش حد معلوش فيس، مفيش حد ملوش حساب على الفيس. كله دلوقتي اي لجان، اي حد عايز يطلع اي اشاعه طبيعي جدا ان هو يعمل اكونت ويبتدي يطلع الاشاعه ويبتدي ينشرها ويجيب كام لينك ويبتدي ينشر الموضوع، والناس بتصدق جدا بالذات لو جت كام صوره. يعني ناس بسيطه جدا بتصدق اي حاجه. كلمه تهجير اللي بتتقال كل شويه على اخواتنا الاخبار اللي سابوا بيوتهم في العريش. احنا مش عايزين الكلمه دي تتحط في نفوخنا. دلوقتي كله بيتكلم يقول لك اهو انتوا بتقولوا احنا مش زي سوريا والعراق مش متهجرين. لا احنا اهو المسيحيين متهجروا. احنا مش عايزين الكلمه دي تدخل في العقل. ايوه مش عايزينها تدخل فينا في وسطنا. يعني مش هتدخل. لا لان عارفه يا نجلاء، يا نجلاء يعني هم ده هدفهم. احنا مش عايزين ولادنا يتعودوا على الكلمه دي، مش عايزين يسمعوها. الكلمه دي مش في قاموسنا. احنا ما هجرناش، احنا نقلنا اهلنا لتامينهم. احنا عايزين ده يوصل للناس. انا مش شايفه اي حاجه في الاعلام بتوصل ده. كلمه تهجير دي انا سمعتها في برامج في التلفزيون، ده ما ينفعش. يعني معلش ازاي؟ لما ما هو اللي قاعد بيتفرج على التلفزيون، ست البيت دي ما عندهاش حساب على الفيس بس تتفرج على التلفزيون سمعت كده ان في تهجير تهجير كلمة كبيرة. طبعا كلمة كبيرة جدا وليها أبعاد سياسية جامدة. إن جبت ناس من بيوتها ونقلتها مكان تاني. طيب خدي مني الخبر دوت وأنا مسؤولة عنه. سيادة الرئيس أمر وزير الإسكان النهارده. وزير الإسكان طلع تصريح مع عمرو أديب على الهواء إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بسرعة نقل الأسر المصرية اللي اتنقلت، انا بقول اتنقلت ما اتهجرتش، من العريش لاسماعيليه، من بيوت الشباب اللي كانت عارفه بقى حضرتك ان هي كانت متسكنين في بيوت للشباب، نقلهم لشقق خاصه جديده من شقق الاسكان وفرشها وتجهيزها قبل تسليمها لاسر المصريين، وده في خلال يومين او 3 على الاكثر. تفتكري بقى الناس اللي كانت طالعه على التلفزيون وبتقول اخواتنا بيتهجروا والناس اللي كانت داخله ماليه الكيس وتقول اخواتنا المسيحيين بيتهجروا، حد هيقول الخبر ده؟ بصي يا نجلاء، عايزه اقول لك نجلاء انت معانا في بدايه الحلقه وكلامك طبعا ومعايا بشكره جدا جدا جدا. يعني لسه احنا هنقول الايد اللي هي هنقول ايه للاسف ممكن يكون في ناس وبرضه مصريين لكن تفكيرهم غلط، ماشي، لكن احنا علينا الاعلام الصحيح ان يوجه بصوره سليمه. يعني انا لسه قاريه خبر دلوقتي، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي امس السبت مع رئيس مجلس الوزراء ومع محافظ البنك المركزي ووزراء الدفاع والانتاج الحربي والخارجيه والداخليه والعدل والماليه ورئيس المخابرات العامه وهيئه الرقابه الاداريه لناقش آخر التطورات. يعني كل الاجتماع ده عشان مناقشة آخر التطورات الخاصة باستهداف المواطنين الأبرياء في منطقة شمال سيناء من قبل المنظمات الإرهابية وانتقال عدد من الأسر عدد من الأسر الأقباط إلى محافظة الإسكندرية وانتقال. لكن النغمه السايده يعني لما يطلع برنامج واعلامي كبير ويطلع ويقول تهجير، انا ما بتكلمش على الاستاذ محمد طبعا لا، انا بتكلم على اعلاميين تانيين مش لازم دول. انت سمعتي كلمه تهجير دي فين يا نجلاء؟ سمعتها في برنامج على القاهره والناس، مش متذكره اسمه. سمعتها في قناه الحياه.
انا سمعت الكلمه دي، سمعتها بقى طيب ليه ما نسميهاش بدل كلمه تهجير نقول تامين؟ قلت كده تامين. تامين يعني نراعي في الاعلام استخدام المصطلحات المناسبه. ايوه نراعي في الاعلام ان احنا نستخدم المصطلحات المناسبه. تمام. بصي يا استاذه، لما انا مش عايزه احط، انا دلوقتي ببني في اطفال صغيره متابعه، اقل طفل عنده اقل حساب يعني عنده 9 سنين عامل حساب على الفيسبوك. صح ولا غلط؟ صح. انا بجد فرحانه بمكالمتك جدا. ربنا يخليك يا رب. يعني وكل يوم سبت تابعيني. يا رب يخليك. ورأيك مهم جدا، انت لفتي نظرنا لموضوع مهم جدا جدا فعلا. ربنا يخليك. مفتاح ثري ان احنا نفتح بيه الحلقه بتاعتنا. ربنا يخليك يا رب. احنا اهم حاجه، بصي هقول كلمه بس وقت عشان ادي الناس اللي حد عايز يشارك فيها. محمد ميرسي لذلك يا رب. بصي انا دلوقتي كل اللي يعني النقطه اللي انا قصدي عليها، يا ريت الاعلاميين دايما منتشرين قوي على التلفزيون. صدقيني ليكوا جمهور كتير قوي وكبير قوي على الفيسبوك. ما تستهونيش ولا الفيسبوك، لا والله العظيم. احنا بنشوف شباب في 20 سنه و18 سنه افكار هدامه وبينشرها. هو اقتنع بكده. وده انا لما ادخل، انا لو واحد ارهابي انا هدخل على الفيسبوك هدور على الشباب دي اللي عندها قابليه وهستقطبها وهبتدي بقى انت دماغها، هي دماغها سهله اوكي، يعني اوريدي هي دماغها ممكن سهله وغسل. فالناس عندها استعداد. احنا ليه لسه متواجدين على الراديو وعلى يا ريت نعمل ونوسع، نعمل بيجي للقناه مثلا للمحطه على الفيس ويتابعها ناس وادمن كويسين وحضرتك تكتبي وتتكلموا. احنا عندنا بيج للقناه الراديو، عندنا راديو القاهره الكبرى في موجود بيج عندنا وفي كل حاجه. انا ما اعرفش. انا دلوقتي اول مره اعرف من حضرتك. لا في موجود. ليه بقى ده ما يتشيرش وما يتعرفش وما يتشهرش؟ ليه؟ بدل ما تسيب بيجات ثانيه وحضرتك فاهمه كويس قوي يعني ايه كلمه بيجات ثانيه تلم اكتر من 3 مليون و2 مليون متابع ويقعدوا ينشروا اللي هم عايزينه. انا دي شويه شباب بقى ويأثروا على دماغ الشباب. وخلي بالك في نكت، الموضوع بيتشير والسريعه بتتحط في نكته وفي كوميكس وبيتحط كده وبيتنشر والعيال بياخدوها على صفحتهم كانها نكته. تهجير ومش تهجير وكلام كبير بيتقال وامتحانين وجزيه وكلام. احنا مش كده ومش عايزين نوصل للمرحله دي ومش عايزين ولادنا يسمعوا الكلام ده. انا طبعا ما اتجوزتش ولا خلفت لسه، بس انا بقول يعني كاولاد مصر يعني ما ينفعش يسمعوا الكلام ده. مش عايزين نسكت. احنا بصي هم عايزين نفس دماغنا وعقلنا الباطن نبقى جوانا جاهزين ان احنا نستقبل كلمه هزيمه وكلمه انكسرنا وكلمه ان احنا اتهجرتوا. احنا هم عايزين يخلينا ان احنا عندنا قابليه لاستقبال الكلام ده. انا بشكرك يا نجلاء. ده اللي انا عايزاه بس. انا مش عارفه اشكرك ازاي. انا متشكره جدا ليكي. ربنا يخليك. ربنا يكتر من امثالك. يا رب يخليك. يا رب يخليك يا رب. تسلمي يا نور. شكرا يا حبيبتي. شكرا. مع السلامه. مع السلامه. اتفضل. على حاجه واحده يمكن كلام استاذه نجلاء كان في دايما حاجه بدات تتروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي: اغيث بورما، بورما تنتفض، بورما تحترق، مسلمي بورما يحرقون. انا يمكن كنت شرحت ده في التلفزيون المصري وقلت ان 90% من الصور اللي بيتم ترويجها هي صور فيك. يعني اولا موضوع الروهينجا اصلا هو كل اللي مات في الفيلم كله 86 واحد، منهم 18 مسلم والباقي بوذيين. ده الاحداث كلها. والموضوع اتلم بسرعه جدا. اللي بيحصل للصوره اللي الناس اللي بتتحرق دي كانت في كمبوديا ضحايا زلزال، ومعروف ان البوذيين بيحرقوا ضحاياهم، بيحرقوا موتاهم. فدي كانت صوره موجوده. في صور تانية لضحايا زلزال، في صور تانية لضحايا بركان. بيجيبوا صور فيك ويبتدوا يروجوها. واغيثوا بورما، الغرض من اغيثوا بورما ده مش بورما خالص. الغرض ده انه عايز يوصل للشعب المصري ان مصر اصبحت دوله علمانيه لا تهتم بالمسلمين في شتى بقاع الارض. ده كان الغرض اللي بيروجوا جماعه الاخوان الارهابيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. عاوز يوصل فكره معينه ان مصر لم تعد تهتم بالاسلام في هذا العهد او في هذا النظام. ان كان لا، وكله في الاول وفي الاخر فكر صهيوني. فكر صهيوني تمام. صهيوني ماسوني. فمواقع التواصل الاجتماعي اصبحت فعلا زي ما الاستاذ نجلاء من اخطر قنبله يعني في دول اوروبا النهارده. اسبانيا
ايطاليا، انجلترا، المانيا. الزمت كل واحد بيفتح حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بتقديم صورة هويته علشان لما يروج اشاعة يتجاب. صح بالظبط كده. ده اهم حاجة، ده اهم حاجة. استاذن حضرتك معايا تليفون تاني. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذة شيرين؟ اهلا بيكي. مين؟ معاكي هدى. اهلا يا هدى، ازيك؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبتي، اتفضلي. بحيي حضرتك وضيفك الكريم. تسلمي لي. ربنا يخليكي. والله احنا بنحب حضرتك جدا وكل فقراتك يعني، وانا بموت فيكم. ربنا يخليكي حبيبتي، ربنا يخليكي. انا بس كنت برضو عايزه اتكلم على موضوع الفيسبوك والحاجات دي. بس انا كنت طبعا بشكر الاستاذه نجلاء، بس عايزه اقول لها لا، في ناس مش عامله فيسبوك لغايه دلوقتي. يعني انا لغايه دلوقتي ما عنديش فيسبوك ولا تويتر ولا الكلام ده. يعني رغم ان انا مش شباب، بس انا بتابع الاخبار عن طريق التلفزيون المصري، عن طريق الاذاعه، بعض الفضائيات بس. يعني طيب هي وجهة نظر نجلاء ان الاغلبيه العظمى فعلا كل واحد عنده اكاونت او 2 كمان. في ناس بيبقى عندهم اكتر من اكاونت على الفيسبوك، فهم عايزين ان احنا نسيطر على المصطلحات اللي ممكن يستخدمها الاعلام بطريقه وحشه عشان زعزعه الفكر، ممكن خاصه الفئه اللي هم الشباب، لو هم 3/4 هم اللي مشتركين على الفيسبوك. انت عارفه حضرتك، انا قصدي انا نفسي بس اعرف دور الاحزاب ايه في الدولة كلها. يعني دور انا عايزه اعرف هم فين الاحزاب في الدولة. يعني مثلا لاحزاب الشباب زي حزب مستقبل الوطن او غيره او غيره. الشباب دي ليه ما تعملش حاجه مثلا على الفيسبوك كده زي اللجان النوعيه بتاعت الاخوان، اللي هم الاخوان والنشطاء اللي مسيطرين على اغلبيه المواقع يا فندم، هم اللي بيكتبوا اغلبيه التعليقات دي. يعني حتى الاشاعه بيعملوها وبيصدقوها، يعني بيعملوها وبيصدقوها. وطبعا بعض ضعاف النفوس زهقان من حياته، زهقان من البلد، بيحاول يشير وخلاص على كده وخلص. فانا نفسي بس الاحزاب تتحرك شويه، تعمل اي مثلا حاجه كده على بحيث ان هي الاشاعه تطلع، تبدا انت تكذب، تبدا انت برضو تكسب ناس زي ما هم ناشرين الكتايب بتاعتهم على النت. استاذه هدى، وناشرين الاكاذيب يا كل هدى موقف بيبان الحقاره والكذب والتضليل بتاعهم. يا هدى سامعاني؟ سامع حضرتك. طيب معاكي استاذ محمد هيكلمك. استاذه هدى، لو هنرجع من بدايه تشكيل الاحزاب في مصر، بدايه تكوين الاحزاب في عهد الرئيس الراحل محمد انور السادات، تمام، استمرت الاحزاب تتصارع على كعكه البرلمان والمحليات. ايوه، وحتى الان الاحزاب مختلفه مع بعضها على تورته المحليات. الاحزاب لا تفكر الا في جزء من التورته. فحضرتك لما تقولي انا عايزه الاحزاب تعمل، مش بتقوم بدورها الحقيقي. مفيش دور للاحزاب. حضرتك عندك كام حزب في مصر؟ عندك 112 حزب في مصر. ايوه تمام. تعالي حضرتك مثلا دوله زي الولايات المتحده، الجمهوريين والديمقراطيين وحزب الخضر، هم حزبين كبار و3 صغيرين. تعالي في انجلترا المحافظين وحزب اخر. تعالي في جميع دول العالم المتقدمه عدد الاحزاب لا يزيد عن عدد صوابع الايد الواحده. طبعا. تمام. احنا عندنا كتير جدا، عندنا 112 حزب في مصر. ال 112 حزب بيتصارعوا على كعكه السلطه. خلصنا من خناقه البرلمان والقوائم المغلقه ولا القوائم النسبيه، دخلنا في خناقه المحليات. هناخد كام من المحليات؟ دي الاحزاب في مصر. فحضرتك ما تتمنيش حاجه من الاحزاب لانها استحاله هتحصل. لكن احنا نقول ايه؟ ان الاعلام وبالذات الاعلام الرسمي للدوله، الاعلام الرسمي للدوله، التلفزيون المصري اللي بيحاول جميع القنوات الخاصه ورجال الاعمال تصفيق، بيسعوا بكل الطرق لهدم ماسبيرو. يا فندم انا ما بلاقيش منه اي تحرك. ما هو يا فندم لان المشكله ان انا ما بلاقيش منه اي تحرك ساعه ظرف. يا فندم انا بدخل ماسبيرو. اولا الامكانيات لا تقارن بامكانيات القنوات الخاصه. ما احنا عارفين والله، احنا متاكدين. ده محتاج زي ما الرئيس السيسي قال، محتاج اراده الدوله طبعا، ومحتاج اموال طائله علشان حضرتك تقدري تعملي من ماسبيرو يعود للرياده في العالم العربي مره اخرى. ماسبيرو اللي كان بينتج كميه مسلسلات بتدخل دخل رهيب جدا
لماسبيرو. النهارده اين دور قطاع الانتاج؟ ما عادش موجود. من اول مسلسل امام الدعاء ورأفت الهجان وجمعه الشوان وليالي الحلميه والمسلسلات اللي كانت بتدي قيمه وقيم في المجتمع للدراما. النهارده حضرتك المسلسلات كلها بقت الانتاج الخاص والسيوف والسنج والمطاوي والاسفاف والالفاظ اللي بتخش كل بيت في مصر. تمام؟ يجب ان يعود ماسبيرو باذاعاته بقنواته الى الرياده. يجب ان يتصدى الاعلام الرسمي للدوله عشان ما نسمعش مصطلحات ونسمعش كلام تاني والكلام الاعلام الخاص او خبر احنا اهو من ماسبيرو من الاذاعه بتاع اذاعه الدوله. الخبر اللي احنا قريناه وقريته في النشره ان انتقال عدد من الاسر الوطنيين، ما فيش الفاظ وما فيش اي حاجه مسيئه. لا وبعدين انا بس يا فندم معلش كنت عايزه بس اقول حاجه على الموضوع بتاع يعني الاخوه الاقباط وكده. ان حصل يعني مثلا من فتره برضو لسه الفتره اللي فاتت دي احدى الشيوخ المشايخ برضو المسلمين اللي هو كان كبير في السن قوي، الشخص يعني كان راجل كبير المشايخ كده وبرضو خدوه وذبحوه وقتلوه كده، ودوت مسلم مثلا كان بيعلم ناس قران وكان بيعمل طيب الدنيا برضو ما قامتش وقعدت يعني عادي الموضوع عدى. يعني قصدي اقول يا جماعه ان الارهاب دوت زي ما هيستهدف ده هيستهدف ده زائد الجنود اللي عمالين كده. احنا ما بنعرفش الفرق يعني لما حد بيموت في الجنازه احنا مش عارفين ده مسلم ولا مسيحي. طبعا. فعايزين يعني برضو في بعض طبعا الاعلام طبعا بيقوم الدنيا والكلام ده، بس برضو زي ما الاستاذه اللي عند حضرتك قال الاعلام الرسمي ده اساسي. وبرضو نفسي برضو مواقع التواصل يبقى عليها بعض الشباب الوطني المحترم اللي يبقى واقف بالمرصاد على الحاجات دي برضو يا جماعه، علشان نوقدها برضو في اولها لما بتطلع كده اشاعات يعني او اي حاجه. ايوه بالظبط كده. الله ينور عليك يا هدى. شكرا يا هدى. ربنا يخليك. شكرا ليكي ومشاركتك معنا. في تليفون تاني من غير ما اقول انا هسيبكم في التليفونات دي مش مصدقه نفسي. وشك بقى يا استاذ محمد. ربنا يخليك. يا اما كل الناس انا حاسه ان عندهم النزعه الوطنيه مؤثره عليهم فحابين ان هم يدلوا فبقلبك. بس كالعاده برضو انا عايز اشكر المراه المصريه لان انا حتى شايف طبعا مقدمه المراه المصريه طبعا دايما المراه المصريه في الرياده والمراه المصريه بتاخد موقف المدافع الاول عن تراب البلد قبل اي حد يعني. معنا تليفون. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. مين معايا؟ معاك ايمن المحجوب. اهلا يا استاذ ايمن اتفضل. دلوقتي احنا بنتكلم على الاعلام وما الاعلام. احنا اولا يعني ما فيش عندنا اعلام موجه مع الدوله. هو انا هقول لحضرتك حاجه يعني بس عشان بستاذنك، احنا مش بنتكلم الحلقه دي النهارده عن الاعلام خالص. احنا بنتكلم على الناس بتوع العريش. لا ومش بنتكلم على العريش، احنا بنتكلم على الامن والامان في البلد ومكافحه الارهاب. انا مع حضرتك. يعني احنا دلوقتي الناس اللي اخواتنا اللي في العريش بيتنقلوا الاسماعيليه وبيتنقلوا المدن الثانيه، احنا بنقول بيتنقلوا عشان نامنهم. عندنا الاعلام بيقول تهجير. ليه نستخدم المصطلح ده؟ ما احنا اتناقشنا في النقطه دي يا استاذ ايمن. انت عندك حق طبعا ونجلاء لما طلعت عندها حق، بس هو يعني ما احنا بنقول انتقال عدد من الاسر. ده الخبر اللي هو اللي احنا قارينه. ليه بعد اذنك ما يبقاش في توجيه من القيادات ليه باستخدام الالفاظ دي او عتاب اللي على الالفاظ عندك عندك حق. ليه ما يبقاش احنا احنا بنستخدم الالفاظ دي باثر سلبي على الناس. بالظبط. يعني احنا ليه ما نستخدمش يعني مصطلحات ايجابيه؟ الاخوه المسلمين ممكن يحسوا بالاضطهاد. بنستخدمهم يعني مثلا بننقلهم من العريش للاسماعيليه عشان نامنهم، عشان نحافظ عليهم، مش عشان نهجرهم. دي لازم المصطلحات دي لازم ناخد بالنا منها. طبعا عندك حق يا استاذ ايمن. عندك حق. وفي حاجات صغيره كده زي المصطلح ده الناس بتبني عليها كلام كتير. ايوه بالظبط كده. شكرا ليك يا استاذ ايمن. شكرا مشاركتك معنا تليفون تاني. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا استاذه الفاضله انا يعني اكبر من كده في حدود جدك تقريبا، تسمحي لي اتكلم بصراحه؟ طبعا على عيني وعلى راسي. نعم على عيني وعلى راسي. طول عمرك بارك الله. انت اسم حضرتك ايه؟ انا اسمي ابو الوفا نجيب كيلان الببلاوي. اهلا بحضرتك. اهلا بسيادتك. اتفضل يا فندم.
أو أنا عندي 3 نقط. أول نقطة خاصة بالإعلام بصفة عامة وخاصة الرسمي. أعتقد والله أعلم وأرجو أن أكون مخطئا أن معظم البرامج الجماهيرية للاستهلاك المحلي وليست هناك متابعة. وإذا كان هناك متابعة للمناقشات، كم من مناقشات وكم من مواطنين المتصلين، لكان حدث تغير فجائي في البلد. ولكن لم يحدث ولن يحدث إلا إذا ربك أراد. دي نقطة. النقطة الثانية إني قبل أن أدخل على التهجير وغيره، ما فيش الكلمة دي، ليس هناك رقابة. ما فيش الكلمة دي، ما فيش كلمة تهجير. ما فيش كلمة تهجير. ما فيش الكلمة دي. نعم، ما فيش كلمة تهجير يا والدي. مش سامعك. ما فيش كلمة تهجير حضرتك، اسمها انتقال للتأمين. لا، الانتقال. أولا أنا طبعا في 67 يعني أنا حضرت الحرب والدوشة دي، وكان في تهجير كل مدن السوق، كل قناة السويس ساعة ما كان مع إسرائيل. إنما حاليا أنا عايز قبل النقطة دي أدخل في نقطة ما فيش أبدا رقابة ولا فيش تنفيذ للقيادة السياسية بغلاء الأسعار، بعيد عن الدولار، الخضار، الحاجات المصرية. يعني احنا شايفين الأمرين في الأسعار ولا توجد هناك. طيب هتقولي لي يروحوا للتموين، التموين أغلبهم ياخد اسمي ويروح قايله للراجل بتاع المخبز، يقول ده فلان جاي مقدم عشان يقبض، لا مؤاخذة في التعبير، الأغلبية هكذا. طيب يجوا في مترا هنا في أكبر قرية فيها مخابز على مستوى الجيزة، الرغيف ما يجيش 30 جرام يا عالم. طيب سيبينا من النقطة دي، خلينا في نقطة النقل للمواطنين. أنا أناشد الرئيس السيسي عدم نقل طائفة معينة، يا أنقل الكل، يا أأمن الكل هو في مكانه، أجيب ناس حتى أطلب جبهة شعبية. ولماذا استمرت من هم ولماذا لم يخلصوا؟ أنا مستغرب لماذا لم نقضي عليهم في هذا الوقت؟ لا، ولازم يكون في اجتماع علني ونقول الدولة اللي بتشجع فلان والدولة اللي بتسلح فلان، وانتوا خليكم واحنا هنحميكم، نحمل كل ما نجيبش طبقة معينة. طيب استاذن حضرتك عشان حضرتك يعني هو في اجتماعات يعني اجريت اليوم من الرئيس عبد الفتاح السيسي وكثير من قيادات الدولة بتأمين وانتقال عدد من الأسر سواء في العريش سواء انتقالهم لمنطقة الإسماعيلية. ده بالنسبة للموضوع. تأمينهم في أماكنهم حتى طيب لا ما هو في هم من طلبوا الانتقال. يعني أولا نفسهم. وزير الشباب أصدر أوامره باستضافتهم في نزل شباب العريش وشمال سيناء، ولكن هم اللي أصروا إن هم يتنقلوا للإسماعيلية. ده كان بناء على طلبهم وليس طلب الدولة. ليس طلب الدولة يا أستاذ أبو الوفا. يا أستاذ الفاضل أنا مسمع يا أستاذ الفاضل، الإعلام يجيبهم فردا ويقولوا، هم يعترفوا قدام الناس، قدام الدولة، قدام العالم. توضح. ما احنا برضو جزء من الإعلام بنوضح لحضرتك وأي حد متابعنا برضو الحقيقة، يعني مش لازم لقاءات معاهم، احنا برضو بنوضح أجزاء كثيرة من الحقيقة. شكرا لحضرتك وشكرا لمشاركتك معانا تليفون تاني، وبعد التليفون ده هناخد فاصل. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الورد والفل والياسمين. صباح النور، ازيك يا عصفور؟ عامل ايه؟ وعلى استاذه شيرين وعلى استاذ محمد. ازيك؟ الحمد لله. ربنا يخليك يا استاذ عصفور. الله يخليك يا ست الكل. اولا برحب بحضرتك يا استاذه شيرين وبرحب باستاذ محمد، بقول له منور الفتره. الله يخلي حضرتك. وحضرتك يعني كلام حضرتك سهل كده بسيط على اسماعنا، يعني احنا بنسمع حضرتك حاجه يعني. الله يخليك يا استاذ محمد. وثانيا انا يعني بقول بالنسبه للاعلام بتاعنا، عشان احنا كلنا بنحب بلدنا وبنحب وطننا، المفروض الاعلام بتاعنا حضرتك يبقى فيه لغه الحوار للاخر. هو الاعلام بتاعنا دايما لا نلاحظ بيكلم الشعب المصري ويقول للشعب المصري. انا عايز الاعلام بتاعنا يخاطب الجهات اللي بره حضرتك، ما يخاطبناش احنا حضرتك ماشي اوريدي عارفين الحقيقه وعارفين اللي بيحصل وعارفين مين اللي خفافيش الظلام وعارفين كل حاجه. عايزين الاعلام بتاعنا حضرتك بقى ينتقل لمرحله ان هو يخاطب الاخر،
فاهم حضرتك؟ الاعلام بتاعنا يخاطب يعني مفيش قناه حضرتك محدده او قناه باي لغه مثلا بتخاطب العالم اللي بره، مفيش حضرتك. فهو الاعلام دايما الاعلام بيخاطبنا احنا، ماشي يخاطبنا احنا وكل حاجه، بس احنا عايزين برضه يخاطب اللي بره يعرفهم الحقيقه ايه. عايز اعلام من ما احنا عندنا يا عصفور على فكره. خدت بال حضرتك؟ عندنا يعني اذاعات اصلا موجهه واذاعات بتتحدث باللغات المختلفه، بس مش بالصوره الكافيه حضرتك او بالصوره المطلوبه، مش ملحوظه قوي يعني، بدليل ان دايما ان احنا حضرتك يجي لنا الاخبار او يجي لنا الحاجات من بره، واحنا يعني ما عندناش اسلوب الرد عليهم ازاي، او احنا نوضح لهم الحقيقه ازاي، او احنا نعمل ايه. فدي حاجه بصراحه انا ملاحظها. وبعد اذن حضرتك بس في حاجه يعني عايز اقولها على السريع كده بعد اذن حضرتك بالنسبه لمصر يعني. بقول ايه بقى للناس اللي عماله تتكلم على بلدنا كده ومش عاجبها حال بلدنا من بره ومن المنظمات الحقوقيه والحاجات دي، بقول لهم مصر الناس دي عايزه من مصر ايه؟ مصر عايزينها فوضى ولا ايه؟ عايزينها ليبيا ولا سوريا ولا العراق ولا ايه؟ مصر الناس دي عايزه من مصر ايه؟ خلاص فهمنا الدرس يا اخينا، خلاص فهمنا اتعلمناه، واللي حصل منكم وعدى عمرنا في يوم ما هننساه. ضحكتوا علينا في يوم، خدعتونا باسم الدين منكم لله. مصر الناس اللي عايزه من مصر ايه؟ بلدنا عمرها ما هتتقسم، بلدنا باقيه ان شاء الله، احلى شعب واحلى شرطه واحلى رئيس واثق في الله. مصر الناس اللي عايزه من مصر ايه؟ الناس اللي عايزه من مصر ايه؟ شكرا يا عصفور، شكرا ليك. ناخد فاصل ونرجع نكمل حوارنا، ابقوا معنا على موجاتنا. أعزائي المستمعين لسه مكملين مع بعض فترتنا على ليالي القاهرة على هواء 102.2، ومنورنا في الاستوديو أستاذ محمد العزبي المحلل السياسي والاستراتيجي بالمركز العربي الأفريقي للدراسات ورئيس قسم السياسي بجريدة الديار. تليفوناتنا 239 23 711 و 239 21 437. معنا تليفون. الو مساء الخير. الو مساء الخير. مساء النور يا فندم. معك عادل السيد من الشرقيه. اهلا بيك يا استاذ عادل. برحب بالاستاذ محمد العزبي الاعلامي الكبير اللي مشرفنا النهارده في الراديو مع حضرتك. ربنا يخليك يا عادل يا رب، ربنا يخليك يا عادل. بجد منورنا والله يا استاذ محمد، وبجد الموضوع اللي بتتكلم فيه ده بيمس الامن القومي المصري كله. ربنا يخليك يا عادل، ربنا يخليك يا حبيبي. ولازم نعمل توعيه للشباب عن موضوع الارهاب والتفرقه اللي احنا فيها. لو الناس اتوعت فعلا من بدايه التعليم، من الخطاب الديني، من تطوير المنظومات دي كلها، اكيد الناس هيبقى عندها وعي يبعدوا عن الكلام ده. هو ايه اللي بيخلي الناس تبقى ارهابيين؟ ايه اللي بيخليهم كده؟ الخطاب الديني والظروف الصعبه اللي بتواجه الشباب. بس دلوقتي يا استاذ عادل في هيمنه على الخطاب الديني بصوره يعني كبيره. يعني حاليا وزارة الأوقاف يعني بتهيمن فعلا على الخطاب الديني، وأي حد مسيء في استغلال الخطاب الديني، لأن احنا مش هنقدر نوصل لأبعد مكان يعني أقل مكان موجود في نجع أو في قرية صغيرة أو الكلام ده كله. لا هو يمكن عادل يقصد الخطاب أو مشايخ الفضائيات اللي ما فيش عليهم ضابط ولا رابط، الفضائيات الخاصة اللي بيظهر عليها مجموعة. أنت قصدك كده يا أستاذ عادل؟ طبعا. فدول لازم يتم السيطرة على مشايخ الفضائيات دول، لأن يعني حضرتك بتشوفي الشيخ في قناة بيدي فتوى وشيخ تاني في نفس الموضوع في قناة تانية بيدي فتوى عكس. ففي فوضى في الإفتاء عن طريق مشايخ الفضائيات، وده بيؤدي أولا في كمان تنقية مناهج الأزهر، دي مهمة جدا. اتفضل يا أستاذ عادل. تمام مع حضرتك. اتفضل يا فندم. تمام. بالنسبه للقنوات الإعلامية جميعا، الواضح ان اغلب البرامج الحاليه بتلغي ارتباط الشباب في قضايا وهميه ونزاعات مفتعله. كل ده غير ارض الواقع. يعني اغلب القنوات دلوقتي شغالين لي عرب ايدول وقنوات ثانيه، مفيش حاجه عن الانجازات اللي بتتم في جبل الحلال، الانجازات اللي بتتم في سينا. النهارده امبارح كله بيتكلم ان في تهجير للاقباط. حلو. وده الكلام ده مش صحيح. يعني الاستاذ محمد الصبح اتكلم عنه النهارده ان ده تامين ليهم مش تهجير ليهم. احنا هنتكلم دلوقتي على الانجازات اللي بتتم في جبل الحلال. تمام يا فندم. ماشي. يعني احنا هو يعني اعلام حكومي ولازم نسلط الضوء على هذا الموضوع، وطبعا بوجودكم معانا بتنورونا وبتلفتوا نظرنا لمواضيع مهمه جدا، والاستخدام الامثل للمصطلحات في المجال الاعلامي ده مهم جدا جدا جدا.
تمام يا فندم. شكرا ليك، نورني. شكرا يا استاذ عادل، شكرا ليك. معانا تليفون تاني. الو. الو. ايوه. مساء الخير يا مدام شيرين. مساء النور يا فندم. صلاح عبد العزيز مع حضرتك. يا استاذ صلاح، ازيك؟ اهلا بيك. الحمد لله يا فندم. تحياتي لحضرتك. طبعا انا بقدم نفسي بس ان انا التربيه والتعليم عن معاش، وتحياتي لحضرتك وللاستاذ محمد اللي منور الفتره طبعا. ربنا يخليك يا استاذ صلاح. اهلا بحضرتك. هو انا بس عندي كلمتين صغيرين عايز اقولهم. اولا طبعا انا ضد استعمال مصطلح التهجير، لان مش عشان مش عايزين نركز على الموضوع ده يا جماعه والنبي. مش عشان الارهاب والكلام، عشان ما حصلش تهجير اصلا. هو اللي حصل ايوه ما حصلش حاجه، احنا مش عايزين خلاص ننسى الكلمه دي خلاص. لا بس انا عايز عشان ما انا هقول لحضرتك بس عشان انا ليه بقول الكلام ده، عشان انقل للنقطه الاساسيه اللي عايز اتكلم فيها. انه ما حصلش تهجير. اللي حصل ايه؟ ان اخواننا اللي في العريش المسيحيين هم اللي طلبوا انهم ايوه، ما احنا لسه قايل والله تاني يا استاذ محمد العزبي قايل الكلمه دي كويس. يبقى احنا بقى بتصدق على كلامه من خلال مشاهدتك. دي واحده بس فرصه، دي واحده. انا هقول كلمتين صغيرين. هو الناس دول طلبوا كده لان حصل ان في على الاقل ما لا يقل يعني عن 7 من الاقباط 8 بالظبط اتقتلوا. فاحنا الست دي مثلا اللي جابوها النهارده في التلفزيون اللي هي اتقتل ابنها وجوزها قدامها، واتحرق بيتها، واتسرق بوتاجازها، واتسرق دبلتها من صباحها. يعني شوفوا عملوا فيها ايه الارهابيين، يعني مجرمين الى اقصى درجه. فطبعا المسيحيين شيء طبيعي انهم يطلبوا انهم يسيبوا البلد لغايه ما يتم تامين البلد اكتر، وده شيء مشروع ما فيش مشكله. هو بس السؤال بقى اللي احنا بنتكلم فيه الحل بالنسبه، يعني عايزين اجراءات يعني اكثر تامينا، عشان هما بيقول لك احنا عايزين نرجع بلدنا، احنا مش عايزين نروح لا الاسماعيليه ولا بورسعيد ولا عايزين نيجي، احنا عايزين نرجع العريش. بس المشكله ان احنا مش حاسين بالامان، بيخشوا عليهم في اي وقت، يفتحوا الباب، اول ما يفتحوا لهم الباب يقتلوهم. فطبعا دي ناس مجرمه، ارهابيين مجرمين، وما عندهمش لا اخلاق ولا دين ولا رحمه ولا اي حاجه. فهنا مطلوب ان الناس دول بتقول لك احنا حابين، يعني بنحب العريش وحابين بلدنا وعايزين نرجع، بس عايزين تأمين اكتر. فعشان كده انا بقول احنا عايزين نحل مشكلة الناس دول. هم مش عايزين يهاجروا ولا عايزين يسيبوا بلدهم ولا اي حاجة، بس عايزين يؤمنوا. كل المشكلة تأمينهم اكتر، وبيطلبوا من الشرطة والجيش يعني اجراءات اكثر تأمينا عشان يقدروا يرجعوا من غير ما يهددوا، لان هم بتجيلهم رسائل مسجات على التليفونات، وبتجيلهم ناس بتروح لهم فعلا تكتب على بيوتهم ارحلوا وبتاع، واللي ما يمشيش يقتلوه كده. يعني ناس مجرمين وبيعلنوا انهم هيقتلوا اي مسيحي هيقعد في العريش هيقتلوه. فهنا دي المشكلة دي لازم الدولة تحاول تأمن البلد اكتر. وده طبعا يعني وانا اعتقد ان الارهابيين بيعملوا كده بعد النجاحات اللي حققها الجيش في جبل الحلال. بالظبط اللي هنتكلم عليها دلوقتي. شكرا يا استاذ صلاح، وشكرا لحضرتك. نورتني. طب يعني هناخد التليفون ده وبعدين هنعمل حوار وبعد كده ناخد تليفونات تاني. الو. مساء الخير. مساء النور. كنت حابة أعمل معاكم مداخلة. انت تنورينا. مين معايا؟ بوسي جمال، أدمن جروب رفاهية الشرطة وإعلامية. أهلا بيك يا بوسي. أهلا وسهلا. ما هو السؤال الذي تحبي أن تطرحيه الآن علينا؟ لا أنا مش عندي سؤال، أنا حابة بس أقول إن إحنا ما ينفعش إن إحنا نعمم ونصنف ونقول الأقباط واللي بيحصل معاهم في العريش. خلينا نوصفها ونقول كلنا مصريين. بنعيش في بلد واحد. واللي بيحصل معاهم من نزوح 100 أسرة مسيحية. طبعا بس أنا عايزة أوضح، لأن أنا بما إني متحيزة شوية لأدمن جروب يخص الجيش والشرطة، إحنا بنقدم كل يوم تضحيات من شباب، زينة شباب الشرطة والجيش بيضحوا. في يعني هنقول ان سينا كبيرة شوية، مش قادرين يعني نكون تحت وطئتها شوية في ان احنا نملأها من الناحية الامنية، بس عندنا برضو تضحيات زي ما اخواتنا الاقباط يعني بيقدموا شهداء ليهم. احنا كمان عندنا شهداء بنقدمهم من الجيش والشرطة. والرصاصة في الجيش والشرطة ما بتفرقش بين مسلم ومسيحي، في أبنود وفي النهارده الصبح مايكل. تحياتي يا محمد، ربنا يخليك يا بوسي يا رب. تحياتي ليك.
احنا ما بنفرقش، عندنا يعني شهداء كتير من الجيش والشرطه تحت برضه مسمى اقباط، ولكن ما بنصنفهمش. الناحيه الامنيه انا بس عايزه اقول ناحيه امنيه مميزه شويه، ان ما فيش مصدر امني طلع وقال للاسر ان هي تهجر وتهجر وتسافر على حته، بس هم من تلقاء نفسهم من الخوف والرعب اللي هم بيعانوا منه، ومن 11 حاله يعني اغتصاب لبيوتهم وقتل وحرق. بنشكر طبعا اسماعيليه ان هي استضافتهم، ولكن هيرجعوا تاني وهيرجعوا بيتهم وارضهم بعد ما سينا تنضف ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا يا بوسي، نورتيني. طيب نعود للحديث مع الأستاذ محمد العزبي، المحلل السياسي والاستراتيجي بالمركز العربي الأفريقي للدراسات ورئيس قسم السياسي بجريدة الديار. نتحدث عن الإنجازات التي قدمتها القوات المسلحة في جبل الحلال في مكافحة الإرهاب، أو نتكلم على سينا بصفة خاصة. لا، يبقى هنرجع بقى فلاش باك لعهد المعزول. لعهد المعزول أو الجاسوس محمد مرسي. هو جاسوس بحكم محكمة. فعهد محمد مرسي كان طبعا كلنا عارفين انه كان بيحاول يعمل حاجة اسمها الشرطة الموازية، وانه تعاون فيها مع الحرس الثوري الايراني لما استضاف احمد نجاد في مصر. طبعا في الفترة دي كان الرئيس عبد الفتاح السيسي كان وزير الدفاع في الوقت ده. أيوة. والموضوع ده اترفض تماما. فهو ما كانش عايز يعمل شرطة موازية ولا حاجة، هو كان عاوز يعمل جيش يواجه الجيش المصري إذا تدخل الجيش المصري، وحاول ان هو ينهي الوجود الإخواني بالذات بعد بيع سينا وبيع حلايب وشلاتين وبيع قناة السويس. يعني كان بيبيع البلد. لما فشل المخطط ده بدأ محمد مرسي وأعوانه أو جماعته الإرهابية في التخطيط لمنح 50,000 غزاوي حمساوي الجنسية المصرية ببطايق مصرية. طب ليه؟ علشان يتملكوا أرض سيناء بحكم ان هم مصريين. في الوقت ده لتاني مرة يتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي ويقول ان تملك أرض سيناء لمصري أبا عن جد حتى الجد الثالث. يبقى هنا برضو بدأ ينهي المخطط ده. لما اترفض ده واترفض ده بدأ يحرك الخلايا الإرهابية من ليبيا إلى غزة، ومن غزة عن طريق الأنفاق إلى سيناء، وبدأوا يستوطنوا جبل الحلال. مع 30 يونيو وبداية نزول الشعب المصري لإنهاء حكم نظام الإخوان الفاشي، الجيش كان من ضمن خططه عزل سيناء تماما عن باقي مصر. كان مخطط الجماعة الإرهابية ان في حالة نزول الشعب المصري او مساندة الجيش للشعب المصري يتحرك الإرهابيين دول من سيناء من منطقة جبل الحلال ويبتدوا يخشوا على المدن علشان يبقى في حرب شوارع وتتحول إلى سوريا وليبيا، وبالتالي يستمر النظام الإخواني لأن الجيش مشغول بحرب الإرهاب، والجيش ما كانش مدرب على حرب الشوارع. ففي الحالة دي هيبقى فيها خسائر كتير جدا. لكن بنجاح الجيش في عزل سيناء تماما ومنع تدفق الإرهابيين من جبل الحلال إلى داخل المدن المصرية، وده اللي الناس بتطالب دلوقتي بتقول لك هجر أهالي سيناء كلهم ودك سيناء على اللي فيها. أنت تعرف مين الإرهابي؟ ما أنا ممكن لو أنا سمعت كلامك كدولة وهجرت أو نقلت أهالي سيناء، أنا ما أعرفش مين الإرهابي من مين مش الإرهابي، لأن على فكرة في من أهالي سيناء إرهابيين. من أهالي سيناء في إرهابيين اوريدي هيتنقلوا مع دول إلى داخل المدن. فحولت الإرهاب من منطقة محدودة، رفح، بير العبد، العريش، نخل، بير الحفن، إلى داخل المدن المصرية. فعلشان كده مصطلح نقل شمال سيناء بالكامل إلى داخل المدن ودكها، طب ما أنا هدخل معاه الإرهابيين. فده كان بداية المخطط. في عهد المعزول أنا عايز بس أذكر التحية والإجلال الفريق أحمد وصفي. فريق أحمد وصفي اللي هو كان قائد الجيش الثاني الميداني في الوقت ده. الراجل ده كان هيهاجم جبل الحلال بالفعل، لكن طبعا السيد المعزول الجاسوس رفض. جبل الحلال لأنه منطقة وعرة جدا، مليان كهوف وعالي جدا. في العلوم العسكرية دايما يقول لك العالي راكب.
في اي محاوله لاقتحام جبل الحلال كان هيبقى فيها خسائر. اللي جواه هو اللي مسيطر، اللي جوه هو اللي مسيطر، اللي فوق هو اللي مسيطر. فكان هيبقى فيها خسائر في صفوف الجيش المصري، خسائر كبيره جدا. لكن الفتره الاخيره مع اتخاذ قرار اقتحام جبل الحلال، تم الاقتحام بواسطه غطاء جوي. احنا ما كانش عندنا طيارات قادره على المواجهه الافقيه، جبناها. فبقى عندنا دلوقتي الطياره اللي قادره تقف قدام كهف وتضرب جوه صاروخ. احنا ما كانش عندنا الطياره اللي تقدر تقف في الجو وتضرب صاروخ افقي، دايما بينزل الصاروخ عمودي. فلما بدانا نغير نوعيه السلاح زائد كميه الفرق اللي دخلت جوه شمال سيناء، احنا لا عاد عندنا منطقه ج ولا منطقه ب ولا منطقه ا. احنا النهارده عندنا 3 فرق موجوده داخل شمال سيناء، منها مدرعه. النهارده على فكره منطقه جبل الحلال في نطاق الجيش الثاني، نطاق الجيش الثاني، لكن اللي بيقتحم جبل الحلال الجيش الثالث. يبقى انا اذا كمان جبت دعم منين؟ من الجيش الثالث، من منطقه السويس وعجروت. دخل معايا جبل الحلال. لما بدأ الطيارات تضرب مع غلق كمية الأنفاق اللي بيتم منها الدعم اللوجستي، بدأت أسيطر على مناطق. أولا جبل الحلال ده طويل جدا، بدأت أسيطر عليه. هو فاضل له حاجة بسيطة جدا ويخلص، يعني في طول تقريبا كيلو اللي فاضل، لكن قدرت أسيطر على منطقة جبل الحلال. عدد القتلى او النافقين، انا بسميهم النافقين من الارهابيين، حدث ولا حرج. عدد المقبوض عليهم من جنسيات اجنبيه حدث ولا حرج. وهنا بس انا عايز اقول كلمه، اذا تحدثت الدوله المصريه ستسقط انظمه وتنهار حكومات ويحكم رؤساء، لان تم العثور على ما يثبت تورط دول واجهزه مخابرات اجنبيه فيما يحدث في سيناء. يبقى اذا الجيش المصري، انا يكفي ان انا مثلا ان انت تلاقي معاهم، يمكن دي حته عسكريه شويه، ان انا الاقي معاهم اجهزه لاسلكي بتشتغل بنظام حقن الموجه. ايه نظام حقن ده؟ مش عارفين. نظام حقن الموجه. حضرتك عارفه اللاسلكي مثلا بتاع الشرطه، هو يقعد بيغير هو الموجه. تمام. لا، الاجهزه اللاسلكي اللي هي بتدخل على الموجات الثانيه، لا، هو بقى شغال بجهاز لاسلكي جايب بنظام حقن الموجه، اخد موجه محدده، لا يعرف يقلب ولا يعرف يروح ولا يجي. طيب الموجه دي غير مكشوفه كانت للايه؟ للجيش المصري. الموجه مش التردد بتاعها مش مكشوف للجيش المصري. امتى اتعرفت؟ لما وقع في ايدينا ارهابيين اتقتلوا في ايديهم اللاسلكي ده، فاوريدي الموجه بقت معانا. طيب نظام حقن الموجه ده بيجي من بره، يبقى اذا ده يثبت تورط مخابرات دول اجنبيه في الدعم اللوجستي للإرهاب في سيناء. نقيس على ده بقى حاجة تانية، سحب السفير الإسرائيلي، نوع الصواريخ اللي حضرتك قلت عليها. كورنيت. سحب السفير الإسرائيلي. بعد كده أنا عايز أسأل سؤال تاني، هل يا ترى الإرهابي الأعمى أو الغبي اللي بيضرب صاروخ من سيناء على إسرائيل زي ما هم بيقولوا أو كما يقال، هو خلاص يعني مش عارف، هو معاه صواريخ موجهه مش عارف يوجهها على مستعمرات ولا كلها في الصحراء؟ زي برضو الطياره الامريكيه اللي كانت بتطلع بدل ما تضرب داعش تلقي اسلحه بالخطا لداعش. هو نفس الفكره بالظبط. نفس الطيار الاعمى اللي هنا هو الطيار الاعمى اللي هنا، نفس التفكير بالظبط، مفيش ابداع. فهنا اللي بيضرب الصاروخ ده على اسرائيل وخلاص مش عارف يوجهه على منطقه مأهوله، لا هو بيوجهه في الصحراء. ليه؟ الغرض هو ذريعه علشان اسرائيل تقدر تقول ان انا حدودي الجنوبيه مش مؤمنه، فيكون ذريعه لايه؟ لمناوشات بين مصر واسرائيل واتفاقيه السلام، وانتوا خرجتوا اتفاقيه السلام وانتوا ويبقى فيه كلام علشان مجرد القضاء على الارهاب يقول لمصر ارجع. ده مش هيحصل. خلاص. الحاجه الثانيه، ليه كل الارهاب ده ما حصلش لما اتعزل جماعه الاخوان ولما الرئيس السيسي فكر في تعمير سيناء؟ ايوه بالظبط كده. تعمير سيناء. اولا مع تعمير سيناء من اول الشريط الحدودي بتاع رفح لحد المنطقه الوسطى في سيناء، لان انا عندي جنوب سيناء معمره، عندي فيها طابع،
عندي فيها شرم الشيخ وعندي فيها مناطق كتير. لما عمر سيناء اصبحت منطقه غير قابله للاقتحام من الجانب الاسرائيلي، لان انا عندي سكان، سكان هتواجه، فبالتالي عندي سكان هيبقى عندي نقط شرطه، عندي مناطق جيش. مجرد ما الرئيس السيسي فكر في تعمير سيناء بدأ الارهاب يزيد. لما بدأ الارهابيين يضربوا الجيش والشرطه، كل الشعب المصري، لان كان الجيش والشرطه اللي بيسقط منهم مسلم جنب مسيحي، في الاخر مصري. الرصاصه ما بتفرقش بين ده وبين ده. لما لقوا ان الشعب المصري تعاطفه وحبه لجيشه بيزيد، قال لك لا، ده ضرب الجيش والشرطه هنا مش نافع، نفكر في سيناريو تاني. نلعب بقى على سيناريو الفتنه الطائفيه. الفتنه الطائفيه، ايوه بالظبط كده. تمام. والاستقواء بالخارج، علشان الاقباط يستقوا بالخارج. وده تصريح طبعا طالع من بتوع اقباط المهجر. وكان مجدي خليل طالع امبارح يقول ان الرئيس السيسي سيزور نيويورك، هل ستستقبلونه بالطبل ام تطالبوا بتدويل قضيه الاقباط؟ وبامانه ربنا احقاقا للحق، مسيحيين مصر هم اللي ردوا عليه. مسيحيين مصر هم اللي ردوا عليه وقالوا له انت قاعد بتسكر وبتشرب، فخليك انت في اللي انت فيه ومالكش دعوه بينا. يبقى اذا برضو زياده موضوع الاقباط او قتل او استشهاد الاقباط ليه متزامن مع قرب زياره الرئيس السيسي لنيويورك. في اول زياره رئيس مصري من 12 سنه لنيويورك للقاء ترامب. ليه في التوقيت ده؟ علشان المنظمات الحقوقيه المموله تبتدي تشتغل وتقول وتتكلم. زي ما انا شفت نشطاء السبوبه اللي موجودين مرميين على الفيسبوك وقاعدين يتكلموا في الموضوع ده وخلاص، وقناه الجزيره والقنوات العميله كلها قاعده تتكلم في الموضوع ده. اذا التعليمات صدرت من لا ماده خصبه يتكلموا فيها بالنسبه لهم. لا، ما هو التمويل وصل. التمويل وصل، وبما ان التمويل وصل لازم اعمل باللي انا قبضته بالظبط يعني. فاذا مصر تحارب حرب وجود. ما حققه الجيش في جبل الحلال انجاز بكل المقاييس. خلى سفير بريطانيا النهارده يجي مصر، وزير خارجيه بريطانيا، ويقول ايه؟ يجب ان تتعاون بريطانيا مع مصر ضد لمواجهه الارهاب. وكان في استقباله سامح شكري وزير الخارجيه. طب ليه بقى؟ انت كنت فين من سنتين؟ كنت فين من سنتين؟ دلوقتي لما احنا خلاص ضربنا جبل الحلال، ومش عاوز برضه اقول احنا مسكنا ما يثبت تورط دول. انت جاي النهارده؟ طب ليه؟ جاي تتكلم النهارده ليه؟ زي ما بنقولها بالبلدي اللي على راسه بطحه بيحسس عليها بالظبط كده. فالجيش المصري برغم فداحه تضحيات الا انه يسطر ملحمه بطوليه على ارض سيناء. دايما جمله انا بقولها في كل لقاءاتي: الجيش المصري يلاقي منتخب العالم في الارهاب. ايوه بالظبط كده. الجيش المصري يلاقي منتخب العالم في الارهاب. مسلحين من الشيشان على البوسنه على فلسطين على تركيا على دول تانية، على تمويل من دولة عربية كشك ونخلتين. فلا بجد الجيش المصري لما يلاقي بمفرده منتخب العالم في الارهاب، لا فهو اقوى واعظم جيش في المنطقة العربية، بل يكاد يكون في منطقة الشرق الاوسط بالكامل. الحاجة التانية رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي لتدخل اي دولة لمساعدة مصر في حرب الارهاب. وفي ناس استغربت ده. اذا حضرتك قبلتي ان دولة تساندك، اذا ستفرض عليك شروطها بالظبط، زي ما روسيا عملت في سوريا وجات عملت لها الدستور وقالت لها اتفضلي ده الدستور اللي هتمشي بيه. حد يقدر يتكلم؟ خلاص، لان انت انا جاي اساعدك، انت ما بتعرفيش تتحركي من غيري. بالظبط. يبقى اذا برغم التضحيات الا ان مصر اثبتت انها دوله مستقله القرار وذات سياده ولا ترضخ لاي املاءات اجنبيه. وده شيء جديد علينا، ان احنا النهارده دوله مستقله تماما. روسيا
علقت السياحه لاجل غير مسمى تاني، رفضنا 18 مليون طن قمح. مش انت رافض تيجي؟ انا مش عايز منك قمح. عادي. الدولة المصرية الآن تعلم جيدا متى تتحدث وماذا تقول ومتى توجه رسائل. هنفتكر حادثة المذبحة بتاع الأقباط اللي في ليبيا. خرج الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال ايه؟ نحتفظ بحق الرد بالطريقة التي نراها وفي التوقيت الذي نراه. في نفس اليوم وهو بيتكلم كان الطيران طالع ضارب وراجع. تاني يوم راح الكاتدرائية يقدم العزاء، قال ما كنتش اقدر اجي اقدم عزاء الا باخد حقنا، قال لما اخد طار المصريين. ما قالش المسيحيين، ايوه قال المصريين. فاذا مصر الان تحاول، اولا احنا في نهضه اقتصاديه بغض النظر عن غلاء الاسعار، بغض النظر عن ده في زياده في الاحتياط النقدي، الاحتياط الدولاري، الدولار بينزل، في استثمارات ضخمه بدات تضخ في مصر، ده مش في اكتشافات غاز وبترول مهوله. على فكره بالنسبه لروسيا، اوعي حضرتك تفكري ان روسيا بتحاربك حرب غاز برضه. روسيا هي المسيطر الاول على احتياطيات الغاز الخاصه باوروبا، وانت اسهل في التصدير من روسيا لاوروبا. فبالتالي روسيا بتحاول تضغط عليك عشان يبقى لها نصيب في الغاز بتاعك علشان تقدر تفضل مسيطره على الغاز الاوروبي. واحنا رفضنا ده لان احنا دوله مستقله. يبقى اذا مصر الان تواجه حرب الارهاب من اجل مستقبل الاجيال القادمه ان شاء الله. ناخد فاصل. اتفضلي. ناخد فاصل. في تليفون؟ حاضر. الو. ايوه. ازيك يا استاذ شيرين؟ ازي صحتك؟ اهلا بحضرتك، بس انا مش سامعه الصوت. والله انا مش سامعه حاجه، مش سامعه حاجه خالص. لا انا بعتذر لك، انا مش سامعه حضرتك. مش سامعه حاجه. بعتذر لك، يا ريت تكلمنا من حاجه يعني صوتها يعني واضح شويه. مستنيينك. شكرا لحضرتك. ناخد فاصل ونرجع نكمل حوارنا. ابقوا معنا على موجتنا. لسه مكملين مع بعض اعزائي المستمعين. والاعلامي الاستاذ محمد العزبي المحلل السياسي والاستراتيجي بالمركز العربي الافريقي للدراسات ورئيس القسم السياسي بجريده الديار. نعود معا اعزائي المستمعين والحديث عن الامن والامان ومكافحه الارهاب. نتكلم بقى عن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي للدول الافريقيه. معنا تليفونات؟ طيب حاضر. يعني نتحدث عن هذا الموضوع لزياده الاستثمار والتنميه الاقتصاديه والتعاون الدولي. يعني احنا جديد علينا التعاون مع دول افريقيه، فهنتكلم على النقطة دي. بس استأذن حضرتك، معانا تليفون. الو. ايوه. مساء الخير. مساء النور. انا منى من القاهرة. اهلا يا استاذة منى. انا مش هتكلم في اي موضوع الا نقطة واحدة. اتفضلي. يعني انا بقول لغاية دلوقتي ليه الاحكام ما تنفذتش لغاية دلوقتي اللي سوست في المحاكم؟ بقالهم 6 سنين محميين، واذا ما كانش نقضي على رؤوس الارهاب اللي موجوده 50% من الارهاب ده هيتبطل. معرفش ايه السبب ان لغايه دلوقتي ما تنفذتش الاحكام. الاحكام دي لو في اي دوله تانية ما كانتش تستغرق اكتر من 3 شهور. الدستور يا فندم. سامعاني يا استاذه منى؟ احنا خايفين من ايه؟ طيب حاضر يا استاذه منى، شكرا ليكي. هو يعني الاستاذ محمد بيقول الدستور هو سبب. الدستور يمنع محاكمة المدنيين عسكريا. هم مدنيين. ومنع إقامة المحاكم الخاصة. كان في حاجة اسمها محاكم أمن الدولة العليا طوارئ. المحاكم دي كان شهر الحكم طلع ما فيش فيه استئناف. كل ده اتلغى بالدستور. لو عايزين حرب إرهاب بجد كمان الدستور ده لازم يتعدل. لازم الدستور يتعدل. لازم أرجع تاني المحاكم العسكرية. انا ما ينفعش يبقى عندي ارهابي ارهاب
ويتحاكم مدني. ارهابي ما ينفعش يتحاكم مدني. ما هو بتوع حقوق الانسان هيقفوا لنا بقى. ما يوقفوا زي ما يوقفوا. في بريطانيا قال لك اذا تعلق الامر بالامن القومي البريطاني فالتزم حقوق الانسان الى الجحيم. انا مش عايز حقوق الانسان، المنظمات دي كلها منظمات مموله ومشبوهه. هو انا هاخد على كلام منظمات مموله ومشبوهه؟ معروف ان هي بتقبض من مين عشان تعمل زعزعه استقرار في مصر ازاي. واقربها القضيه 173 قضيه التمويلات الكبرى. انا مش هقول تفاصيلها لان في حظر نشر، لكن قضيه 173 قضيه التمويلات الكبرى متورط فيها مراكز حقوقيه كبيره وناس اسامي كبيره، ووصل عدد المتهمين فيها دلوقتي ل 84 واحد. هذه المراكز الحقوقيه اللي حضرتك بتتكلمي عليها. والله انا يعني في حاجتين انا بسميه، واللي يسمي نفسه ناشط سياسي ده صايع. ناشط حقوقي ده محامي فاشل مش لاقي له شغلانه. يعني معلش يعني. طيب نرجع نتكلم على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكينيا والدول الأفريقية. برضه هرجع فلاش باك. نرجع فلاش باك. أول من اهتم بدول أفريقيا وعلم أنها عمق استراتيجي للدولة المصرية كان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. بداية جولات الصراع المصري الإسرائيلي كانت في دول حوض النيل. في أثيوبيا بالتحديد كان في انقلاب على رئيس أثيوبيا في عهد جمال عبد الناصر، واللي أنقذوا منه الموساد الإسرائيلي وأنقذوه هربوه قبل الانقلاب ب5 دقايق، والانقلاب فشل ورجعوه تاني. فبدأ الرئيس عبد الناصر يهتم جدا بدول أفريقيا وبالذات دول حوض النيل. كان بيرسل ليهم البعثات، وكان ليه زيارات كتيرة جدا للسودان، ويعني كانوا بيقابلوه بارتحاب كثير جدا. هو الرئيس عبد الناصر كان بطل قومي سواء في الدول العربية أو في دول أفريقيا. اللي حاول ياخد دوره كان القذافي بس ما كانش زي عبد الناصر. فالرئيس جمال عبد الناصر اهتم كثيرا بدول أفريقيا. كان بيدعم دول أفريقيا في التعليم والصحة والصناعة والري. فكان في علاقات قوية جدا بين دول أفريقيا وبين مصر. عقب هزيمة 67 بدأ الرئيس جمال عبد الناصر يهتم بإعادة بناء الجيش. فحصل دروب بسيط في العلاقات المصرية الأفريقية. رئيس الراحل محمد أنور السادات العلاقات الأفريقية بدأت تنحسر 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 لحد ما وصلنا للرئيس عبد الفتاح السيسي اللي جاء بعد عصر الجاسوس وسد النهضة، اللي هو ادالهم تصريح ببناء سد النهضة. الرئيس عبد الفتاح السيسي كرجل مخابراتي يدرك أهمية العمق الإفريقي بالنسبة لمصر، وإنه ملعب كبير جدا، وكراجل مخابراتي ملعب كبير جدا من ملاعب الموساد الإسرائيلي، وإنه يقدر يعمل لك قلاقل كتير جدا من الدول الإفريقية. فبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم جدا بدول أفريقيا. أظن زار الكونغو، زار كينيا، راح دول كتير جدا في أفريقيا. في اتفاقيات كتير جدا اتوقعت مع دول أفريقيا، زي في كينيا في اتفاقيات في الري، في اتفاقيات بمدهم بكمية من الدعاة، زيادة التبادل التجاري ل 2 مليار دولار. اتفاق مع الرئيس كينياتا اللي هو رئيس كينيا على إعادة وضع تصور لإصلاح المنظمة الدولية في الأمم المتحدة، وخصوصا ان هم الاثنين عضوين في الأمم المتحدة. في بداية تعاون بسيط جدا بين مصر وبين الدول الأفريقية. إذا نجح، وأعتقد إنه سينجح، الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعادة أفريقيا لمصر، مش مصر لأفريقيا، إعادة أفريقيا لمصر، أعتقد أولا الإيد العاملة هناك رخيصة جدا. الأراضي هناك خصبة بطريقة طبعا. الثروة الحيوانية هناك عالية جدا. أنا ممكن أحل أزمة اللحوم وأزمة الزراعة وأي أزمات عندي في الري عن طريق دول أفريقيا. فده اللي بدأ يفكر فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي دلوقتي، زي المشروع اللي بدأ يتربط بيه بحيرة فيكتوريا بالبحر الأحمر، وخط السكة الحديدي اللي هيتعمل اسكندرية جوهانسبرج، اسكندرية كيب تاون. يبقى أنا هنا بدأت أعمل ربط تجاري
بين مصر وبين جميع دول افريقيا. بدات اشجع الملاحه البحريه والنهريه تاني. زودت حجم التبادل. اولا الملاحه النهريه ارخص تكلفه من الملاحه البحريه بالظبط. فبالتالي لما هنقل ثروه حيوانيه من افريقيا عن طريق النهر ارخص كتير جدا من ان انا انقلها عن طريق البحر. وبالتالي هقدر اوصل، معلش يعني هندخل بقى في حته تموين، هوصل كيلو اللحمه المواطن بسعر اقل مما بيتباع وفيه استغلال. زي ما انا النهارده بشوف اللحوم السوداني موجوده في المجمعات. اللحوم السوداني على فكره اجود كتير جدا من اللحوم بتاعتنا، لانها لحوم او مواشي بتتربى في مراعي طبيعيه، مفيش علف، مفيش كيماوي، مفيش هرمونات، فلحمه بيور لانها اكل طبيعي. فبالتالي لو قدرت اعمل تكامل زراعي حيواني اعتقد ان الاسعار هتنزل في الحتتين دول بنسبه كبيره جدا 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 الفتره الجايه. وده اللي بيفكر فيه بالذات على شهر رمضان. كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيب. فاحنا داخلين على رمضان واعتقد ان ده تفكير في الدوله لتوفير اللحوم والرؤوس الحيه عن طريق دول افريقيا اللي بتملك كميات رهيبه جدا من المواشي والاغنام لمصر. طيب نتكلم بقى على، يعني جينا احنا في حته الاسعار. بعض التجار المهيمنين على جزء كبير من الاسواق بيستغلوا هذا الموضوع، خاصه عند ارتفاع سعر الدولار. نزل دلوقتي، بس برضو ما زالت بعض الافكار الطماعه مسيطره. مباحث التموين. مفتشين التموين فين؟ مفيش. اولا برضو هقول الدستور يمنع التسعير الجبري عشان قانون المنافسه. طب منافسه منين وانا ما عنديش صناعه؟ المنافسه ده لما يبقى عندي صناعه، لكن انا ما عنديش صناعه هنافس بايه؟ يبقى اذا بلاش اسميها تسعيره جبريه، تحديد هامش الربح. كان زمان في عهد عبد الناصر اللي يبيع السلعه بزياده قرش بتشمع المحل وبتسكن. لكن انا النهارده عندي التاجر بيبقى جايب السلعه ب 10 جنيه بيبيعها ب 30 جنيه، المحل اللي جنبه بيبيعها ب 25، اللي جنبه بيبيعها ب 35. مفيش سعر. انا اقدر اسيطر على ده بالزام الشركات المنتجه للسلع الغذائيه بوضع السعر على العبوه. وضع السعر المستهلك، سعر المستهلك على العبوه. وبالتالي هنا التاجر مش هيقدر يزود. مع العلم ان مثلا سلعه زي السجاير مسعر وبتتباع اغلى بس برضه مش مكتوب عليها السعر. لكن هي لو نازله مكتوب عليها سعرها، لو انا رحت اجيبها مكتوب عليها 10 جنيه ولقيته بيقول لي ب 11، ليه؟ ما مكتوب عليها 10. يبقى بدل ما اقول تحديد تسعيره جبريه، اقول الزام الشركات بوضع هامش ربح للتاجر ووضع سعر البيع للمستهلك على المنتج. لو وزاره التجاره الزمت الشركات بده اعتقد ان انا هيحصل عندي دروب كبير جدا في الاسعار الفتره الجايه، خصوصا مع نزول سعر الدولار. الالزام الاراده. الالزام والاراده، عشان ده ناس كتير بتعاني كده، وهو طبعا بيرجع للاستغلال. طمع والجشع. طبعا للاستغلال فعلا والطمع والجشع. في نقطه ثانيه، انا عندي برضو مجموعه من المستوردين من اعضاء الجماعه الارهابيه. فبيحتكر. زي طب انا كل يوم بسمع عن ضبط مستودع فيه 450 طن رز. حضرتك فتشوا على الاصل هتلاقي اخوان. الاخوان دايما بتفتح الازمات مش في الدولار الازمات والاشاعات بالظبط. فانا عندي هنا كميه السكر اللي تم ضبطها قد ايه في مستودعات؟ قد ايه؟ تزيد عن 300,000 طن. ما كانش عندي ازمه سكر. وحطي على دي كمان حاجه، ست البيت المصريه ما ينفعش انزل اجيب 20 كيلو سكر. ما هو انا بنزل اجيب 20 كيلو سكر، طب ما انا اجيب احتياجاتي. لو انا اخدت احتياجي فقط فاضل 3 شهور. انا بقول لحضرتك، انا لو اخدت احتياجي فقط السلعه هتتوفر.
السلع هتتوفر. الثقافه برضو، الثقافه بالظبط. لو جيت مثلا تجار الدواجن، لو انا جيت مثلا اسبوع قطعت الدواجن اسبوعين، خلاص الزام. ما هو مفيش طلب، في عرض ومفيش طلب. طالما انت كتاجر بتلعب بسياسه العرض والطلب، انا اوقف لك الطلب، هتعمل ايه؟ هتضطر تنزل سعرك علشان الفراخ اللي عندك معلش هتموت، هتعمل فيها ايه؟ هتضطر تنزل سعرك عشان تبيعها. انا اعرف والله جزارين يا عم انا ما عنديش دابح، حاططها عنده كده باع منها بين 5-6 كيلو وقاعد يتفرج عليها. لو كل واحد لقى تاجر او سلعه معينه مكافحه الغلاء بالاستغناء، مكافحه الغلاء بالاستغناء. لو انا نجحت ان انا اقاطع مثلا، اخد الاسبوعين دول هقاطع الدواجن، خلاص السعر هينزل، مفيش طلب، في عرض ومفيش طلب. الاسبوعين اللي بعدهم هقاطع اللحوم، برضه في عرض ومفيش طلب، السعر هينزل. يبقى ثقافه الشعب المصري اخد كفايتي واشوف مين بيستغلني اقطعه، هنجح ان انا انزل الاسعار غصب عن اي حد. نتمنى ذلك يا رب. ان شاء الله. ناخد فاصل في تليفون. طيب الو. ايوه صباح الخير. صباح النور. ازيك يا مدام شيرين؟ اهلا بيك يا دكتوره هدى، ازيك؟ أيوة. الله يسلمك، ازيك انت؟ اتفضلي. مسهرينك النهارده. عادي. تحياتي للاستاذ محمد. ربنا يخليك يا دكتور. الله يكرمك. والله دخلت في موضوع ما كانش في بالي اتكلم فيه، لكن بس هقول برضو الحاجه اللي كنت هقولها في الاول على المدارس الاخوان. مدارس عدد كبير جدا على مستوى الجمهوريه وما زالت كما هي، وما زالت الكوادر اللي بتلعب فيها كما هي. وانا مساله المدارس الاخوانيه دي من اكتر من 20 سنه بنبه ليها. يعني عن طريق شغلي اللي خلاني بنزل اشرف على الطلبه الكليه اللي بيتمرنوا في المدارس، اكتشفت ومن ساعتها بتكلم وبقول ولا حياه لمن تنادي. من قبل بقى ما يجوا يحكموا ومن بعد ما جم يحكموا، اديني بقول اهو للمره الالف. مدارس الاخوان وغيرها وجامعات اللي هي الخاصه والكليات الخاصه دي نقطه. اما بالنسبه استاذ محمد للسلع والاسعار والكلام ده، يا سيد الفاضل السلع موجوده وماليه الدنيا، بس نار ومكتوب احنا برضه هنتكلم عن الموضوع ده برضه يا دكتوره هدى. نعم احنا هنتكلم برضه على الموضوع ده. ما هو انا ده اللي خلاني اتكلمت عليكم وجبت سيرته. والعبوات مكتوب عليها السعر، وان كان عاجبك 11 جنيه ونص الرز، وان كان مكتوب عليها السعر والناس بتشتريها برضه؟ بيشتروا ما بيشتروش. احنا بنتكلم دلوقتي، انا ما اعرفش، انا مش قاعد اعد، لكن انا بدخل وخلوا بالكم بدخل الجمعيه التعاونيه. انت يا دكتوره هدى يعني بتعملي ايه لما بتلاقي حاجه سعرها غالي؟ انا ما بجيبش طبعا. انا مقاطع الفراخ بقالي 5 شهور. 5 شهور ما دقتش طعم الفراخ. ايه يعني؟ بس انا برضو ما اقدرش اللي انا بمشي بيه نفسي، ما اقدرش احكم بيه على اسره طبعا. عندها اطفال. انا مش بقول بقى ايه على ناحيه يعني الطعم والحلاوه ولازم نترفه، لا، في احتياجات لبناء الجسم. يعني ازاي جسم انسان مصري يتبني من غير توافر الفول والبيض والسمك والعدس والفاصوليا اللي بقوا في ارقام فلكيه. يعني لو تفتكروا الاستاذ محمد يفتكر ان زمان، مش زمان قوي يعني، لحد 10 12 15 سنه، فاللي كان ولد يجي يتامر ده انتوا طابخين عدس النهارده، يقولوا له بكره تروح الجيش تاكل كل عدس كل يوم. صح. بقى ب 30 جنيه الوقت، حد يقول الكلام ده؟ يعني كيلو العدس بحق ربع كيلو لحمه ولا نص كيلو لحمه ولا تلت كيلو لحمه؟ هل يعقل هذا؟ انا شفت بعيني بمناسبه اللحمه بقى في مجمع في المهندسين، والله دخلت بعيني لقيت بيكيسوا اللحمه بتاعت اللي هي الجمعيه اللي بتقول عليها السوداني، باكيتات في بتاع الفوم ده، طبق الفوم وزنها 2 كيلو، وعبي شيل احمدك يا رب، موردينهم على السوبر ماركت، تتباع هناك ب 120 و 130 على انها لحمه بلدي مصري. دي السلوكيات اللي غلط. سلوكيات غلط. لا دي مش بس السلوكيات، ده عينك، هي مساله سلوكيات، دي مساله ان مفيش قانون بيحترم اساسا،
وبتوع التموين محتارين، لان الجمعيات هقول لكم حاجه بقى ما انتوا مش عارفينها، ان الجمعيات دلوقتي بقت مجرد منافذ لبضاعه القطاع الخاص رجال الاعمال، وده كان سبب شيل الدكتور احمد جويل انه كان معارض في دي، وانا فضلت احارب في الموضوع ده لحد ما رجع، يعني صدر قرار من مجلس الوزراء اللي فات على طول ده اهو 2016 او 15 بعودة المجمعات الاستهلاكية لوزارة التموين. طيب رجعت بس زي ما هي، الغلاف بس اللي رجع، لكن البضاعة طيب فين بقى المنافسة بقى؟ فين بضاعة القطاع العام؟ فين دور هيئة السلع الاستهلاكية؟ كانت بتجيب من المنتج سواء الفلاح او المصنع، وفي هامش ليهم اللي هي التكاليف، وتعرض في المجمع. فكان المجمع الجمعيات الاستهلاكية كانت بتوزن المسألة، كانت بتوزن الحكاية. يعني انا اخر سعر طبيعي للعدس مثلا اوعى عليه كان 110 قروش، نط ال4 جنيه ساعة ما خطفوا المجمعات من الشعب ودوها وزارة الاستثمار عشان تروح لكبار التجار وكبار المستوردين. وبعدين بتتحارب بتاع ده بضائع القطاع العام بتتحارب. يعني تلاقي المنظفات الصناعية اللي هي بتعتمد اكتر ما بتعتمد على اسمه ايه ده الكلور، مش منظفات طبيعية، اكتر ما بتعتمد على الكلور بيبوظ الانسجة وبيبوظ الالوان وبيهرق ايدين الستات واذا استعملته في مطبخ ولا حاجة. وتلاقي المنظفات بتاعت مصانع القطاع العام مش موجودة. مش موجود. ده مسؤوليه وزاره التموين، دي مسؤوليه هيئه السلع الاستهلاكيه، هي اللي بتبوظ الدنيا. ده برضه مهم جدا يا دكتوره هدى، بس احنا خلاص وقتنا خلص. والله هقول لك حاجه يا استاذه تواجدك معانا، يا ريتك تفتحي الموضوع ده تاني في فتره اللي هي بتاعت من 5 ل 7 دي، وانا اكلمكم بالتفصيل لان انا واضعه ايدي على الحاجات دي، ماسكه الموضوع ده من سنه 2008. حاضر. رجعت المجمعات بس بشكل ظاهري شكلي، الكيس عليه اسم وزارة التموين، لكن اللي جوه الكيس بتاع مين؟ ماشي يا دكتورة هدى، شكرا ليكي تواجدك معنا. شكرا. مع السلامة. طيب في كلمة أخيرة نختم بيها؟ أنا هختم بكلمة واحدة بس لشعب مصر كله. اقف ورا جيشك، اقف ورا قيادتك، اقف ورا شرطتك. مصر بتحارب، ولازم في الوقت ده، في وقت الحروب، فالحياد خيانة. الحياد مش المعارضة، الحياد خيانة. ده اللي اقدر اختم بيه. تحيا مصر. شكرا ليك الإعلامي محمد العزبي، المحلل السياسي والاستراتيجي بالمركز العربي الأفريقي للدراسات ورئيس قسم السياسي بجريدة أديا. وشكرا حضرتك تواجدك معنا. أعزائي المستمعين، شكرا لكل من شاركونا باتصالاتهم وبأسماعهم خلال هذه الفترة. كنا معاكم أحمد محمدي الهندسة الإذاعية، واستمر معكم وسعدت بكم شريط دسوقي من أسرة المذيعين. ألقاكم يوم الثلاثاء بإذن الله الساعة 2 ظهرا في مسؤول و90 مليون، واترككم في أمان الله بصحبة زميلي هاني فاروق. إلى اللقاء.